تونس، لأن تونس صاحبة أقدم حضارة يعني على وجه الأرض، اللي هي حضارة قفصة، اللي هي 7000 قبل الميلاد. معناها عمرها أطول من الحضارة الفرعونية والسومرية. والعراقي لما يقول أنا حضارتي عميقة وكبيرة، قل له شكون ابناء بغداد؟ راح يصفن هو، قل له ابنتها أروى القيروانية زوجة أبو جعفر المنصور خليفة العباسي، واشترطت عليه أن تبني لي مدينة فيها رائحة اليمن ورائحة أفريقيا ورائحة العراق ورائحة دجلة والفرات، فبنى لها بغداد إلى أروى القيروانية. وكان متزوجها على الصداق القيرواني اللي هي العصمة بديها، هي تؤمر بالطلاق ولا لا؟ لو المصري من يقول لك احنا فراعنة واحنا قول له من بنى القاهرة؟ بناها المعز لدين الله الفاطمي، تسمى قاهرة المعز هي، والمعز لدين الله الفاطمي كان في يعني الدولة الفاطمية في المهدية، ومن عندها خرجوا إلى مصر وبنوا القاهرة. فتونس صاحبة حضارة كبيرة وفضل كبير على العالم وليس على الأمة العربية. وتونس هي رمز الوفاء، رمز العطاء، رمز الإبداع أيضا، وكانت تسمى إفريقية. حتى لما بدأت الفتوحات الإسلامية أول ما فكروا بالفتوحات إفريقية، لأن أنت إذا أفريقية يعني صارت مع الإسلام معناه أنت أفريقيا الكل ستدخل الإسلام، لأن هي التاج الموجود على رأس القارة الأفريقية. أي عربي